كان في قديم الزمان سالوفتي عن أم زنبور. أم زنبور ومرية كبيرة تعيش ويا بنها زنبور. حياتهم بسيطة، بس أم زنبور مشكلتها تخاف من الموت. من تقعد تخاف، من تنام تخاف، وهذا الخوف مأثر على حياتها وحياة ابنها. يجي ابنها زنبور ويسولف عليها، تصعب عليه أميمته وخوفها من الموت. يقلها يمه الدنيا بيها حياة وممات، وبيها بداية وبيها نهاية. ذكري الله ولا تخافين. تجاوبه وتقله لا يا يمه، أنا ما أريد أن أموت، أريد أعيش العمر كله. معاندة ومصرة على رأيها. يوم بعد يوم وهذا الخوف يزيد. اجا مرة ثانية زنبور وجاب لها هاي الفكرة. قالها يما ايش رايك اتزوج واجيب بنية، هم مرة إلية وهم تداريج بالبيت. انتي كبيرة وجاي تشتغلين وتكنسين وتطبخين لهذا العمر، على الأقل هاي تونسك وتساعدك، ويمكن لأن انتي لوحدك بالبيت بس تخافين من الموت وتفكرين بيه. جاوبته قالت له لا يا يمه، أنا ما أريدك تتزوج، وأنا ما شاكية من التعب، لأن أدري بس تجيني وحدة تداريني بس أقعد راح أموت. قال زنبور بعد ما أحشي ويا أمي ولا ألح عليها، خليها. وظل يروح الشغلة ويرجع ويشوفها وتصعب عليه. ذاك اليوم وين رجعته ويشوفها فرحانة. قالها ها يمه اليوم فرحانة ووجهك منور، خير؟ قالت له يمه يا زنبور، اجتني جارتي أم حميد وشافتني مو على بعضي وضايجة وشكيت لها من الخوف. قالت لي بشري يا أم زنبور لا تخافين بعد من الموت، ودلتني على ولاية ما بيها موت ولا قبور. قالها يمه ذكري الله وين اكو ديرة ما بيها موت، ولو اكو ديرة ما بيها قبور ولا موت كما تروح هي تعيش بيها. قالت لا 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 لا, لا يا يمه يا زنبور، أم حميد دوم كل ما تقلي شي يطلع صدق. يمه إذا أنا أمك وعزيزة عليك من الصبح قبل طلعة الفجر خلي نلم غراضنا ونروح. قالها يمه وبيتنا وشغلي، يمه حدلي بدلي. قالت له لا يا يمه، أنا إذا ما تروح وياي أنا أروح لوحدي. قالها لا يا يمه، أروح وياك، خل نشوف تاليها شلون ويا هاي السالفة. قبل لا يطلع الفجر خذوا جوالاتهم وسافروا من مدينة لمدينة ومن ولاية لولاية. مرة يقعدون ومرة ينامون وقتلهم التعب. كل ما يسألون على هاي الديرة ما حد يعرفها. هناك يشوفون رجال كبير. راح علي زنبور وسأله، قال له حجي بالله وبيك، أنا سامع على ديرة ما بيها موت واسمها ولاية بلا قبور، تندلها أنت حجي وكبير؟ قال له إي بويا وصلت هاي الديرة. قال له نعم الله عليك كثر الله خيرك. أخذ أم زنبور وراحوا ودخلوا للديرة. ويدخلتهم ويشوفون الناس مبدلة ولابسة وكان عندهم عيد وفرحانين. التفت على أمه وقالها يمه إيش بيها الناس معيدة؟ قالت له إي يمه حقهم ديرتهم ما بيها موت، شوف متونسين خاو مثلي. دخلوا للديرة وسألوا على الشيخ، وتلقاهم الشيخ بالهلا ومرحبا والأكل والشرب. وقالوا له بسالفتهم، قالوا له شيخنا احنا نريد نعيش عندك، كنا عايشين بولايتنا وأمي خايفة من الموت، ايش رايك نريد نعيش عندك؟ يقولون ديرتك لا بيها موت ولا عندك قبور. قال لهم ايه صدق حكيكم وكل الهلا بيكم، وانتم من اليوم أهلنا وناسنا. نبت عليه أم زنبور وقالت له اي شيخنا نعم الله عليك والله يكثر خيرك،
وأنا أريد أعيش هنا باقي عمري، وما أريد أموت. أنا سمعت عنه ولقيتك كيفت. قال كل الهلا بيج، وهنا راح تعيشين بأمان وخير. وانت يا زنبور هسه نعطيكم بيت تقعدون بيه وشغلك، وحتى زواج إذا تريد أزوجك. أم زنبور ما كانت راضية على زواج ابنها كيفت، قالت له إيه يا شيخ زوجه وخليه يستقر، أنا قبل كنت أخاف أزوجه بس هسه لا، بعد ما أخاف من الموت. ومن ثاني يوم انطوهم بيت وشغلوا زنبور وزوجوه، وبدت حياتهم. أم زنبور مكيفة وجهها مورد. زنبور يطلع للشغل ويرجع، من يشوف أمه فرحانة يفرح على فرحها. ذاك اليوم وي طلعت للشغل كان يشوف أمه مو على بعضها، كانها مريضة. أجا سألها قالها يمه شبيج؟ قالت له لا يا يمه لا تخاف، أنا شوية بردانة، الجو اختلف علي، هسه تصير زينة. قالها إن شاء الله بنرجع كون أشوفك بخير. راح ورجع وما لقى أمه بالبيت. سأل مرته وين أمي؟ أنت يمها طول النهار وين راحت وهي مريضة؟ قالت له والله ما أدري. يعني شلون ما تدرين؟ أنت يمها شلون ما تدرين وين راحت؟ قالت له ما أدري ما شفتها، سوت روحها ما تدري البنية. طلع زنبور للشارع ياهل يسأله ما يجاوبه. راح للشيخ قال له شيخنا أمي تركتها مريضة وهسه رجعت وحتى مرتي ما تدري بيها وين، دبرني شو أسوي؟ كان يضحك الشيخ ويقول له لا تخاف يا زنبور أمك بخير، تعال. قال له وين؟ قال له تعال وياي هسه راويك وين أمك. خذ زنبور وراحوا البيت قديم ومهجور. وي دخلتهم كان يشم ريحة مو طيبة بالبيت. قال له زنبور قال له شيخنا هذا بيت قديم ومهجور وريحته مو طيبة، انت وين ماخذني؟ قال له تعال. دخلوا بعد ويشوفون غرف والبيت أظلم. فتح الغرف وشافهن زنبور، ويشوف الروس مقطعة واليدين والرجلين وناس مذبحة. قال له شيخنا شنو هاي المجزرة الصايرة؟ شنو هنا الصاير؟ وليش جايبني هنا؟ أنا سألك على أمك تجيبني هنا؟ قال له أنت من جيتني تريد تعيش عندي، إيش سمعت عني؟ قال له سمعت عنك يقولون ما عندكم موت ولا عندكم قبور. قال له إيه ما عندنا قبور ولا عندنا موت، إحنا هنا اللي يتمرض قبل لا يموت ويتعذب ناخذه ونقطعه، وإحنا أولى بلحمه إحنا ناكله. وأمك سخنت ما خليناها تموت وتتعذب، جبناها هنا وقطعناها وأخذنا حصتنا. ولا تخاف يا زنبور حصتك من أمك موجودة. قال له شلون حصتي من أمي؟ وشنو ذبحتوها وشنو ذبحوا؟ أنا ما جاي أفهمك. قال له هو هذا العدي، هاي ديرتي، احنا هيك متعودين، تريد حصتك من أمك موجودة. قال له تذبحون الناس اللي تتمرض يعني شلون صدق كذب؟ قال له هذا الموجود. ظل الولد بين اللي يلطم بين اللي يبكي بين المصدوم وما مصدق الجاي يسمعه. تالي كان يرد على الشيخ ويقول له وين حصتي من أم شيخنا؟ قال له هذا الفخذ تركنا لك، الفخذ تركناه إلك. عاف زنبور يم فخذ أمه وعافه وراح. ظل زنبور كاظ الفخذ ويشعر تلولحي يم زنبور، هاي ولاية بلي قبور، ما ترضين بلحظة موت وإحنا موت بلي حفور. تلولحي يم زنبور، هاي ولاية بلي قبور، ما يدفنون الميت بيها يسلسون بلي قشور. تلولحي يم زنبور. كان يرجع للبيت وياخذ مرته ويردها لأهلها. قالها انت طالق عمي،
النوبة مرة بتاخذيني تقطعيني، خلي ارجع لديرتي وكل شي ما اريد منكم. اخذ غراضه وطلع من عندهم وما رجع لديرته، ظل من مكان لمكان، ما يتحمل الناس وما يتحمل احد، وين ما يروح يسولف سالفته. عيش مثل ما انت وارضى بحياتك حتى لو كانت صعبة وقاسية، لأن الحياة حلوة وأيام العمر معدودة. ممنونة منكم وداعة الله.